هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده لكم المواد الغير مضافه. متغلطوش غلطتي، ما تعملوش اللي انا عملته. جاي لكم بكام نقطه كده هقولها لكم على السريع، مش هطول الفيديو خالص 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 علشان تلحقوا تذاكروا. جاي لكم النهارده الفيديو المواد الغير مضافه. يعني ايه؟ هنعمل ايه؟ يعني مش فاهمه. احنا خايفين، متوترين، قلقانين، مرعوبين. كل حاجه عندنا ستريس كتير ومرعوبين. يا ياسمين نعمل ايه؟ بصوا، انا عارفه ومقدره ان رعبكم ده شيء طبيعي، لان انتوا اول مره تخشوا لجنه امتحان، اول مره تبقوا في ضغط ومستقبلكم، وطبعا كلكم حاطين امل ان انتوا تجيبوا مجموعه عشان تفرحوا اهلكم وعشان تفرحوا نفسكم وتخشوا الكليه اللي نفسكم فيها. فجالكم كده. بس ايه، في كام حاجه عايزه اقول لكم ان الاسترس في لجنه الامتحان مش خالص، مش حلو خالص. دايما حاولوا تبقوا هاديين، تبقوا رايقين، ما يبقاش في ضغط نفسي عليكم. عايزه اقول لكم ان والله والله يا جماعه الضغط النفسي ده هو اللي بيدمر. انتوا عندكم 3 مواد، احصاء ودين ومواطنه او تربيه وطنيه. اول حاجه بالنسبه للماده التربيه الدينيه، انتوا المفروض ان انتوا تحفظوا المقرر عليكم سوره لقمان. في ناس قالوا لي سوره لقمان وسوره النور، مش عارفه، بس انتوا تحفظوا المقرر عليكم وتحفظوه كده وتشوفوا المعاني، الكلمات وكل الحاجات دي عشان هتتسألوا فيها. وبالنسبه للاسئله تجيبوا اي ملزمه من على النت تحفظوها او يعني هو اصلا الدين بيجي معلومات عامه، فانتوا لو دخلتوا مش حافظين الا الايه هتنجحوا اصلا، لان هو الدين بيجي معلومات عامه. دي اول حاجه. طيب الاحصاء عايزه اقول لكم تتلم في 5 ساعات بس. والله والله يا جماعه الاحصاء تتلم ازاي؟ تجيبوا فيديو من على اليوتيوب، اي فيديو بيبقى على اليوتيوب كبيره قوي 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 بيبقى 3 ساعات 4 ساعات، تقعدوا تسمعوا الفيديو وتجيبوا الملزمه برضو تشوفوها. بالنسبه للقوانين، القوانين بتبقى في اول ورقه في البوكلت، هتشوفوا المراجعه وبعد كده هتيجوا على القوانين هتلاقوها في اول صفحه في البوكلت. بس خلاص انتوا كده تمام. هيبقى فاضل لكم ايه؟ ان انتوا تخشوا تحلوا. عايزه اقول لكم ان بتيجي مباشره جدا جدا جدا. يعني هو البوكلت في القوانين، الورقه هيبقى فيها الاسئله والمعطيات، انتوا هتحطوا القانون وهتعوضوا بس، وهتحلوها برضو هتعدوا. بالنسبه للمواطنه بقى، فهنزل لكم ملزمه سؤال وجواب تحفظوها ليله الامتحان وتخشوا الامتحان تدشوها. بس خلاص خلصنا من المواد الغير مضافه. وهجيلكم قبل كل ماده هقول لكم تعملوا ايه في المواد اللي عليكم. عايزه اقول لكم والله يا جماعه، والله ربنا كريم وربنا بيعوض وربنا هيكرمكم. وما حدش يقول لي انا ما تعبتش طول السنه زي اللي ما سابش يوم ما تعبش فيه، ما ينفيش كده. ربنا كريم وربنا هيعوضكم، مش هيضيع تعبكم ولا تعب السنه دي كلها. وانتوا بس استبشروا خير وخلي عندكم امل في ربنا، وربنا هيكرمكم ان شاء الله. وانا زي ما قلت لكم انا اكتف معاكم على انستجرام وعلى اليوتيوب وعلى تيك توك، فاللي عنده اي سؤال يخش يكلمني وانا برد على كل الناس. ما فيش حد بيبقى في ثانويه عامه او بيبقى محتاج مني سؤال ما بردش عليه. انا ما بردش على الناس اللي بتستظرف، لكن انا لو لقيتك بعت لي ان انت محتاج حاجه انا ما بتاخرش، خصوصا لو حاجه انا بقدر اعملها، لان انا جه عليا وقت كنت في ثانويه عامه زيكم كنت محتاجه اللي يساعدني. فربنا معاكم وربنا يوفقكم، وان شاء الله هفضل انزل لكم فيديوهات حتى لو فيديوهات بسيطه، بس تبقى داعم نفسي لكم. بس كده توحشوني جدا جدا. باي باي.